ازيكم يا جماعه؟ اتمنى تكونوا بخير. متحمس جدا، لونج تايم نو سي جايز، والله يعني متحمس جدا وانا بصور، خصوصا ان انا بعد 3 شهور ما صورتش. فده حاجه كويسه قوي. يعني انا صورت الفلوج اصلا سريعا كده عشان عايز، يعني انا وحشني ان انا ارجع للناس وكده. يعني الناس اللي ما شافتش الفلوج ممكن تلاقي اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. وقلت خصوصا ان انا يعني مؤخرا ما بقتش بصور حلقات كتير عشان خاطر ان انا مش بيبقى في وقت في الشغل، بشتغل كتير قوي، او يعني مش بيبقى في وقت ان انا يعني اكريت حلقه جديده. فالموضوع بيبقى بالنسبه لي صعب شويه، خصوصا ان انا بحتاج ان انا احضر الحلقه واصورها وبعد كده منتج، وده بيحتاج وقت كتير. فبصراحه ما عنديش الوقت الكافي ان انا اعمل لده كله، وما كانتش الفتره الاخيره احسن حاجه. يعني قلنا ان احنا نرجع كده بحاجه ريليتد بالمواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. عموما ناس كتير طلبت مني ترشيحات لبودكاست. البودكاست هو بالنسبه لنا هو مصدر من مصادر المعرفه، ولكن هو مش بيغني عن الكتب. ممكن انت تقرا كتاب، فانت بتحتاج تبقى مركز اكتر من ان انت بتسمع بودكاست او بتسمع تجربه حد معين. لكن قبل ما ابتدي الحلقه حابب اشارك حاجه معاكم انا اشتريتها امبارح، هي انعدام الجنسيه. اشتريتها احدى اصدارات عالم المعرفه. عالم المعرفه للناس اللي هتسالني هو ممكن تجيبها من عند اي حد بيبيع جرايد، يعني هتلاقيها بسهوله جدا، هي ب 15 جنيه. الكتاب ممكن تشتروه. هو يعني العنوان جذبني، انا مش عارف الكتاب بيتكلم عن ايه، ولكن العنوان كان جذاب قوي. لما هقراه برضه هقول لكم رايي عن الكتاب ده. جبت حاجه كمان، جبت روايه الا اننا نسقط سعداء. سمعت ريفيوز عنها كتير، وعن الاصدقاء بيقولوا عنها كلام كويس، وسلسله ابداعات عالميه، يعني نادرا لما بتنزل حاجه مش كويسه يعني. بعد كده جبت جورنال الادب، فلقيت صوره بهاء طاهر عليه، فقلت ان انا لازم اشتريه يعني واحطه في مكتبتي. يلا بينا نبدأ الحلقة بقى بتاعتنا. زي ما قلت، بما ان الكتب هي مش المصدر الاساسي للمعرفة، وان انت ممكن تستخدم وسائل كتير عشان تجمع معلومات عن حاجة معينة، كان البودكاست هو اللي اكتر حاجات الناس بتقبل عليها مؤخرا. طيب الناس اللي مش عارفة البودكاست ده، ممكن تشوف الناس اللي معاها ايفون، فبتلاقي في ابلكيشن اسمه بودكاست. هسيب لكم صورته هنا، او ممكن تنزل جوجل بودكاست. جوجل بودكاست ممكن ينزل على ايفون وممكن ينزل على اندرويد، تدون من عليه البودكاست اللي انت عايزه وتسمعه حتى لو انت مش معاك انترنت في مكان. يعني بودكاست هتلاقي فيه خبرات ناس كتير، سواء اجتماعية او ثقافية او دينية. هتلاقي ناس كتير بتتكلم في كل المواضيع، وهتلاقي بتاخد سنين كتير في بودكاست او في قعدة مثلا ساعة. هتلاقي في ناس كتير بتديك نصايح وخبرات. السبب التاني هو ان انت ممكن تطور الانجليش بتاعك من خلال البودكاست، وده انا قلته في حلقة الانجليش للناس اللي ما شافتهاش يعني. فيعني لو انت حابب تطور مهارة الليسننج بالنسبة لك، فهتلاقي الموضوع سهل جدا ان انت تعمله، ان انت تسمع بودكاست عن موضوع انت بتحبه يكون بالانجلش. فهتلاقي الموضوع ان انت بتبراكتس من غير ما تبقى يعني واعي. فيلا بينا اقول لكم البودكاست اللي انا بحب اسمعها. وحشنا قوي ان انا استعمل هارمونيكا والاجواء دي، اجواء التصوير دي وحشتني جدا. انا بقالي تقريبا 3 شهور، يعني تقريبا 3 شهور ما صورتش يعني. فرقم كبير يا جماعه، والله وحشتكم صدقوني. وبالنسبه للشخص اللي دخل يقول لي انت لازم تعتذر عن ان انت مش بتنزل حلقات، فهو انا بعتذر فعلا، ولكن هو فعلا والله غصب عني خالص. البودكاست الاولاني هو عقل غير هادئ. اولا انا هسيب لكم كل البودكاست اللي انا هتكلم عنها تحت في الديسكربشن بوكس. البودكاست الاولاني هو عقل غير هادئ. عقل غير هادئ على اسم كتاب، عقل غير هادئ عن الهوس والاكتئاب والجنون. فالكتاب ده انا هتكلم عنه في حلقه لوحده، وانا فعلا حابب اتكلم عنه باستفاضه. ولكن خلينا اقول لكم البودكاست ده فكرته رائعه. هو بيناقش مواضيع بتفيدك في حياتك اليوميه، يعني مواضيع انت بتبقى مش عارف تتكلم مع حد فيها، او بتتكلم فيها مع نفسك، او ممكن ما تتكلمش فيها مع نفسك اصلا وتبقى مش اوير بيها. فالبودكاست ده بينشر حلقات كل شهر، بيعرضوها بطريقه روائيه واضحه، بتعتمد على الابحاث والمراجع عشان يكون فيه تصور كامل للمتلقي عن الموضوع ده. فالبودكاست ده جميل، وهتلاقوه متوفر على كل الابلكيشنز الموجوده يعني. البودكاست الثاني هو Everything is Alive. البودكاست ده فكرته كرييتيف قوي. يعني البودكاست ده بيعتمد على فكرة استضافة الاشياء الغير حية. يعني بتلاقي كل حلقة بيستضيفوا مثلا كوباية، مراية، حبة رمل، كرسي في اتوبيس. حاجة دي بتيجي تتكلم عن وظيفتها وعن حياتها، احساسها تجاه البشر، وحاجات كتير قوي. فانا بحب البودكاست ده وبيعجبني فكرته. هو مش بيبقى طويل ومش بيبقى رخم. فالموضوع تخيل نفسك مثلا ممكن تلاقي نفسك في شخصيه، ممكن تلاقي نفسك في حبه رمل، او ممكن تلاقي نفسك في كرسي اتوبيس. فالموضوع بيبقى غريب قوي. البودكاست الثالث هو The British History Podcast. بما ان انا بحب بريطانيا عموما، بحب التاريخ بتاعهم فعموما يعني، فالبودكاست ده جميل قوي. بينشر قصص وحكايات
من الادب البريطاني، مش بينشر المعارك والحروب التاريخيه بتاعه بريطانيا، لا هو بيتكلم عن الاشخاص، عن ازاي بيتم تشكيل رغبات الناس وازاي بيتم تشكيل مخاوفهم، بيتكلم عن حياه الاشخاص عموما. وكمان البريتش اكسنت في البودكاست ده حلو قوي، فاعتقد الناس اللي بتحبوا البريتش اكسنت والحاجات دي فهيبقوا مبسوطين وهم بيشوفوا البودكاست ده. 4 هو اباجوره. اباجوره انا اكتشفته صدفه بحته، ويعني وانا بدور، وانا ايام ما كنت حابب ان انا اسمع بودكاست معين، فانا بدور كده لقيت اباجوره، فالاسم كان كاتش بالنسبه لي، ولقيت ان اللي بيقدمه هو كاتبه اسبوعيه في صحيفه الجزيره اسمها لبنى الخميس، ويعني بتقدم البرنامج بطريقه لطيفه قوي، يعني المواضيع كمان غريبه وبتربط الحلقات ببعضها بطريقه لطيفه، يعني بتنقل افكار كده جميله ومميزه وبتربط بينهم بطريقه جميله. يعني مثلا عجبني حلقه لسه سامعها اسمها العشاء الاخير، ان هي بتربط كل شيء بالاكل، فالحلقات بتاعتها بتلاقي نفسك لو انت كاتب بينور لك طريقه كده، او الموضوع بينور لك افكار انت ممكن تستخدمها عموما. فانا حبيت البودكاست ده قوي. رقم 5 in our time. البودكاست ده انا قلت لكم قبل كده ان انا بحب اسمع اذاعه البي بي سي، خصوصا ان هي كانت بتساعدني ان انا اطور الانجليش بتاعي وكده. فالبي بي سي عامله البودكاست ده بيتكلم عن كل حاجه، بيتكلم عن موضوعات فلسفيه واجتماعيه وثقافيه ودينيه، بيتكلم عن كل حاجه تقريبا. المميز فيه ان هو بيجيب وجهه نظر مختلفه بين الناس، يعني بتلاقي افكار كتير ووجهات نظر كتير مختلفه عن بعضها. فالحلقه يعني كبيره شويه من ساعه لساعه ونص، ولكن انت ممكن تسمعه في المواصلات هتحبه، وهتحب يعني التنوع بين الشخصيات الموجوده فيه. رقم 6 وهو هاسكاست هو بيقدمه حازم الصديق. الناس ما تعرفش حازم الصديق هو من اوائل الناس اللي كانت بتعمل فلوجز على يوتيوب، وبيعجبني طريقه مناقشته مع الناس، او سواء بقى يوتيوبرز او ناس مؤثره في المجتمع عموما. بيعمل اكتيفيتيز كتير بصراحه، بس انا بيعجبني طريقه مناقشته مع الناس. بيجيب ناس مشهورين او مؤثرين عموما، وبيناقشهم، بيناقش قصص نجاح وفشل، بيناقش افكارهم ومعتقداتهم، بيناقش حاجات كتير قوي في الحلقه بتاعته. وطبعا بيتكلم عن معاناتهم الشخصيه لوصولهم للحلم بتاعهم. فالبودكاست بتحس ان هو مسلي قوي ومتنوع في حلقاته. يعني كنت بشوف الفلوجز بتاعته من زمان قوي، فكنت انا بحب اتابعه، فده اللي خلاني اسمع البودكاست ده. البودكاست السابع هو ذا جو روجن اكسبيرينس. البودكاست ده واحد من اشهر بودكاستس الموجوده في العالم حاليا. هو بيستقبل ضيوف من خلفيات ثقافيه واجتماعيه ودينيه مختلفه، معظم الناس مشهوره منهم رياضيين وفنانين. يعني في حلقه من الحلقات استضاف عامل استخبارات امريكي هرب لروسيا، مره تانية استضاف ناس هربانين من كوريا الشماليه، مره ثالثه استضاف عالم اللي هو نيل ديجراس تايسون صاحب كتاب البدايات، استضاف ايلون ماسك، استضاف مايك تايسون الرياضي المعروف. فالحلقات هتلاقيها متنوعه قوي، لكن الجميل فيه ان هو بيدي لضيوفه الفرصه الكامله ان هم يتكلموا عن حياتهم، بيتكلموا عن افكارهم باستفاضه. فبتلاقي الحلقه كبيره شويه، يعني بتلاقي الحلقه ممكن توصل 3 ساعات، ولكن انت مش بتمل لان هو منظم قوي. فانت مش بتمل في الحلقه، مش بتحس ان الحلقه رخمه، فانت ممكن تسيبه وترجع تكمل تاني، تسيبه وترجع تكمل تاني، فمش هتحس بملل قوي يعني. بعد كده رقم 8 هو فنجان مع عبد الرحمن ابو مالح. البودكاست ده هو بيقول ان هو مش بيتكلم عن موضوع معين، ولكن انت هتلاقي في البودكاست ده شيء ممتع. يعني بتلاقي مواضيع مختلفة. يعني مثلا مرة جاب رجل تجاوز 80 من عمره، اتكلم عن الأدب والشعر، عن إدمان الإنترنت. ولكن أنا عجبني حلقتين حلوين قوي. يعني عجبني حلقة كيف تصدر التافهون المشهد الأدبي، وعجبني برضو كيف أصبحنا جيلا هشا نفسيا. الحلقتين دول حلوين قوي. يعني الحلقات كمان بتتراوح ما بين الساعة والساعة ونص، بينزل حلقة جديدة كل يوم حد. ولكن أنا مش متابعه كل يوم حد قوي، ولكن أنا بدخل كده اسمع الحلقه اللي انا عايزها، يعني اختار كده توبيك معين واسمعه. البودكاست التاسع هو 10 things that scare me. معظم صحابي عارفين ان انا بحب البودكاست ده، معظم الناس القريبه مني عارفين ان انا بحب البودكاست ده، ممكن اكون سالتهم عنه. البودكاست ده فكرته حلوه قوي. البودكاست ده بيجي شخص واحد او شخص معين، ممكن يكون انا، انت، او اي حد تعرفه، بيقعد في الغرفه لوحده او الاوضه، وبيقعد يتكلم دبانه. شايف الدبانه؟ البودكاست ده بيتكلم عن اكتر 10 حاجات بيخاف منها، او المخاوف اللي ممكن تخليه صاحي طول الليل، المخاوف بتتحكم في قراراته، او المخاوف اللي بتحدد اختياراته في الحياه. كمان بيعجبني لان انت بتبص للناس من جانب تاني كده، انت مش بتبقى شايفه، وبتشوف المخاوف اللي انت ممكن يكون شخص بيخاف من حاجه انت شايفها تافهه قوي، ولكن هي مؤثره جدا في حياته، بتخليك تشوف الناس من جانب مختلف. هي الحلقات مش كبيره، ممكن بينزل 3 حلقات في الاسبوع، فممكن تسمعوا الحلقه ماكسيموم بتلاقي 10 دقايق ربع ساعه، فبتلاقي الموضوع سهل يعني. البودكاست العاشر هو لحظة بودكاست. البودكاست ده
هو بيحكي احداث تاريخيه ولحظات جوهريه في حياه المنطقه العربيه عموما. عجبني حلقه خطاب تشرشل قوي، عجبني حلقه حجر رشيد او مسيره الامريكان السود الى البيت الابيض. الحلقات دي يعني بصراحة يعني انا حبيت اسمعها قوي وكانت شداني جدا وانا بسمعها. كمان الحلقات بتاعته مش كبيرة، يعني حلقة من 20 ل 30 دقيقة ماكسيموم يعني. فاعتقد ان انتوا هتتبسطوا وانتوا بتسمعوا البودكاست ده، او الناس اللي هي بتحب التاريخ عموما هيتبسطوا قوي. اخيرا ما كانش ينفع ان انا انهي الحلقة دي وما اقولش اكتر، يعني من اكتر بودكاست اللي انا بسمعها هو ذا مان توكس. ذا مان توكس بتاع يوتيوبر اسمه محمد شعراوي. للناس اللي عارفاه، شعراوي انا بحبه جدا ومتابعه من زمان، تقريبا بسمع معظم حلقاته. يعني كل ما بكون فاضي بحب ان انا اسمع حلقات. دايما لما بتسمع حلقات شعراوي بتلاقي ان اخر كل حلقه فيك جزء اتغير، فيك حاجه اتغيرت. البودكاست بيتكلم عن كل حاجه تقريبا، كل حاجه يعني مواقف، سواء مواقف بيجيب اشخاص مؤثرين، دايما بتلاقي جزء من الحلقه كده فن قوي، وجزء ان انت لا انا هاخد كلام هيأثر فيا وهيأثر في شخصيتي شويه. وهو بيتكلم بناء على خبرته، سواء خبرته في الحياه او بيجيب ناس تانية بيتكلم برضو من خلال خبراتهم. فده اللي بيخليك كده ايه، حابب تسمع يا ترى هيجيب مين المره الجايه، او يا ترى هيتكلم عن ايه. فالموضوع بيبقى حلو قوي. وكمان البودكاست بتاعه مش هتلاقوه وقت طويل يعني. فاعتقد ان ناس كتير هتحبه، واعتقد ناس كتير هتبقى عارفاه يعني. وبكده تكون الحلقه بتاعتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بتسمعوا بودكاست ايه، وايه البودكاست اللي بتحبوا تسمعوها. هستنى هقرا كل تعليقاتكم تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.